گهدار هیجا و دلال اب هلبستا گوین هاوری خوندن لسر شیخ شهیدا مع شوق خزنوی اجوار پیشکش دکم جنشک و روژک هلات این زانک گرخبات تیدا مع شوق بوری ناس روزانک داروناک چه شهبال و شهلوان بوملا زانی گلی خوا چه تاجدار و تاج گلان تا پیروز به شیرین شیخ چو گلک سور نو ودا ناف بخچه جوینا کردا چه ودا بروز کدفنیا به توش زمانک دنگ ددا چه زانینک خوش ددا ببهنا گلید بارندا چه اسلام و دیانت مینا شاش سپید دا چاشتی و آزادی لیدهات برنگ جبهه ویدهات چهور و گرجیر بون هوال دوست و کرد بون اویندار لی هوارا هی هوارا نهیلان وان چعفهار و رشارواند چخوین و خوار و دل رشا کشتن لناو چولی و دناو آخین دهشتن چنالین و اخین دانما چکل و اهین بونا پر چه درد و برین دانما قد کشت و لشوان نداما تبرن و رواندن شیخ منو تبرن و رواندن شیخ منو و دناو دست گرو هرچو گاوران دزیوراندن تبرن و کشتن سیدای منو و لناف کفروستریان دهشتن هی شیخ منو لسر لاشی تهیلینا شیخ منو هیلینا قلو غازی و ایش و برین عرض و ازمان چول و چیان انس و جان سیدای منو لاشی تهیلینا هیو ستیرن جه چرا خود بر جه شفا خود بر جه روژا خود بر آی شیخ منو آی گلیستان دلا آی لدمینه بهویا خودی دمینین اوره و رامانم تا لدمینه بهویا خودی دمینه او خندگهو دبستان تا وبرهمدكي وكان تجلك معشوقان جلك سباس آله وأصحابه. طبعا المسجد ايش قلت لي؟ لنفس المسجد يعني؟ إذا ما في داعي للتذكير. ذكرونا في الليلة الماضية ونسينا أن المسجد بحاجة إلى دعاء. بالتأكيد هذا المسجد لا يحتاج إلى تنمية، لأنه بطبيعة الحال تعلقوا بهذا المسجد وأصبحوا يعتبرون أنفسهم جزءا منه وهو جزءا منه. لذلك أكيد لو خرجت السجادة ما حد منا يفصل. إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. مفطرنا الجديد أيها الإخوة، المفطر 13 الغضب هذا المفطر الجديد الذي طالما فطرنا على المصطلح الجديد الذي نحن استعملناه في رمضاننا هذا، أي طالما أذهب بثوابنا، لا أنه أفسد الطاعة من أساسها، لا، هو لا زال صائما لكنه مفطر بمعنى أنه لا ثواب له على صيامه ومرتكب لكبيرة يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليها. ومن جملة ما ذكرناها: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن هذه الكبائر التي يقول الله لك: لست بحاجة إلى طعامك وشرابك إن لم تدعها
الغضب. والغضب كما يقول علماء التربية، وأنتم تعلمون من أقصد بعلماء التربية هم علماء القلوب، أهل التصوف الحقيقيين البعيدين عن البدع والمنكرات، والذين يجعلون شرع الله كما قلنا في ليال ماضية وكتاب الله وسنة رسوله أساس تحركهم، ولا يقبلون أي وسيلة للتربية ما لم يؤيدها شاهدان عدلان هما الكتاب والسنة، وما عدا ذلك لا علاقة لنا به. يقول علماء التربية: الغضب جمرة من نار وشعلة من نار الله التي تطلع على الأفئدة. هذه النار التي تصيب القلوب يوم القيامة فتغير حقائقها. الغضب جذوة بسيطة وشرارة هينة لا تذكر بالمقارنة مع تلك، يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. وهذه الجذوة كالجمرة التي اختفت بين الرماد. في كثير من الحالات لا ترى الجمرة، لكن إذا هبت رياح الكبر والعجب وغير ذلك من الأسباب المهيجة، حينئذ طار الرماد من على الجمرة وأدى إلى احتراق ما حولها. ولهذا فمن وجدنا فيه شيئا من الغضب وجدنا فيه علاقة نسبية مع الشيطان. من وجدنا فيه شيئا من الغضب وجدنا فيه علاقة مع الشيطان. العرق دساس، وثلثين الولد للخال، فخالنا ويمكن خال الشيطان واحد، لأن الإنسان خلق من المواد الأربعة: من التراب والماء والهواء والنار. ولعلكم جميعا تعلمون متى جاء دور النار: يوم أصبحت صلصالا كالفخار، فالنار له تأثير عليك. إذن هذه أصبح في فخذنا أو في نسبنا نار. والشيطان كما نقل الله عنه يقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن تحركت فيه جذوة النار هذا يعني أن صفة النارية قد غلبت على صفة الطينية، فشأن الطين السكون والثبات والاستمرار، بينما شأن النار التحرك والتلظي والتغير والفوران. فمن منا رأيتموه يتغير ويتحرك ويفور ويتلظى فاعلم أن العرق دساس، وأن بينه وبين ذلك المخلوق من النار علاقة الآن تحركت، جاءت مبرراتها وآتت مهيجاتها. غير أني أستطيع أن أقول، طبعا كل ما أقوله لا تظن أنه من تجارب الخاصة، فلست حكيما ولا مربيا، إنما أنقل عنهم. يقولون الغضب على 3 مراحل. نعم، هو جزء من كيان الإنسان، لا يمكنك أن تحول بين الإنسان وبين الغضب، لأنه أثر النار، وكل إنسان منا مسه النار. ولكن هذه النارية التي مست الإنسان وهذا الغضب الذي هو أثر من آثار تلك النارية على 3 درجات. هناك حالة نسميها حالة الاعتدال، غضب معتدل، وهذه الحالة هي الغضب الذي ينتظر دائما الإشارة من العقل والدين.
فإذا أشار العقل بالتحرك وإذا أشار الدين بالتحرك تحرك وغضب، وإذا لم يشر العقل والدين بالتحرك ما تحرك وظل ثابتا مهما طلبت العاطفة والشهوة والكبر والعجب والفخر والمزاح والهزل والتعيير، مهما طلب كل هذا منه التحرك لن يتحرك ما دام هو لم يتلقى الإشارة من قائده المباشر العقل والدين. وهذه هي حالة الاعتدال التي تناسب حالة الإنسان المستقيم، وهي الاستقامة التي طلب الله من العباد، وهي الوسطية التي رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها يوم قال خير الأمور أوسطها، وهو العدل. هذه الحالة هي العدل التي قال الله عنها إن الله يأمر بالعدل. العدل أي التوسط بين حدي الإفراط والتفريط. هناك حالة من الغضب نسميها حالة الإفراط في الغضب، والحقيقة هي التي نصب عليها جام غضبنا، وهي التي نشير عليها بأصابع الاتهام. الإفراط في الغضب بمعنى أن تتجاوز حدود العقل والدين، ويوصلك غضبك إلى التلفظ بألفاظ لا تناسبك، والتحرك بحركات لا تناسبك، والتظاهر بمظهر لا يتمشى مع حقيقتك الإنسانية اللطيفة ومع طينتك الساكنة المستقرة الثابتة. أما التفريط وهي الحالة الثالثة للغضب، فهي أن تضمر حالة الغضب في الإنسان وتذبل إلى درجة يشعر بهوان نفسه، ولا يرى أن عليه أن يثور أو أن يغضب لا لعاطفة ولا لشهوة ولا لنازعة أخرى ولا حتى للعقل والدين. وهذه الحالة التي نسميها قلة الغيرة وانعدام الشرف والناموس وفقد الحمية. لا يغضب أبدا، كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. من استغضب يعني من قدمت بين يديه مبررات عقلية ودينية. أنتم تعلمون الغضب المعتدل هو الذي يتلقى الإشارة من الدين والعقل. من قدمت بين يديه مبررات للغضب عقلية أو دينية ومع ذلك لم يغضب فهو فاقد للإحساس كتلك الحيوانة التي لا تشعر برفيقتها يوم تفعل الفحشاء، وهي ليست بالتأكيد من صفات المؤمنين، لأن المؤمنين يتوسطون بحالة الاعتدال كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما أن تكون رحيما دائما حتى لو طلب العقل منك الغلظة، حتى لو طلب منك الدين شدة، تبقى هكذا ساكنا رحيما، فنقول أنت قد فقدت الإنسانية الكاملة، إنما أصبحت من باب ما يقول الشاعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. فقط لا يرضى ولا يقيم على الضيم والظلم المقصود إلا الأذلان، عير الحي الذي يذهبون به إلى الماء دائما صباح مساء إلى البئر، يربطون به الحبل وينقلون به الدلو، فإذا انتهوا من التعبئة حملوا عليه، وهكذا شأنه دائما الحل والترحال والانتقال. لا يتحمل الضيم المقصود هكذا إلا العير وإلا الذي تأتي الميجنة أو المطرقة دائما لتدق على رأس الوتد حتى ينغرز كله في الأرض، والوتد لا يصيح ولا يتكلم. إن أقمت نفسك وإن رضيت على ذل يراد بك وأراد الدين والعقل أن تتحرك ولم تتحرك، فأنت إما عير إن كانت فيك حياة، وإما أن تكون وتدا إن كنت جمادا. على كل حال أحدهما شر من الآخر. حالة الاعتدال لن نتحدث عنها. الحالة المرضية هي التي تجذب وتلفت أنظارنا. نحن نتكلم عن المفطرات، عن مذهبات الثواب. حالة الاعتدال ليست حالة مرضية، ولذلك لا نتحدث عنها. نتحدث عن حالة الإفراط
وعن حالة التفريط. اولا عن حالة الافراط، التجاوز في حدود الغضب، وهي التي حقيقة نسميها غضب. اما حالة الاعتدال فلا يجري في عرف العقلاء تسميته غضبا. الغضب الذي نعنيه بأنه تجاوز لحدود الاعتدال مذموم، لأنه يوقعك في أمور مذمومة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مادحا المؤمنين وذاما الكافرين، يقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. الحمية، النعرة الزائدة، الثورة العنيفة هي في قلوب الكافرين. أما المؤمنون ماذا شأنهم؟ وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أما الرسول وأما المؤمنون برسالة هذا الرسول فقد أنزل الله السكينة والثبات والاستقرار على قلوبهم، وأبعد الفوران والغليان الذي يتجاوز بصاحبه حدود الاعتدال. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب رجل فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا رسول الله مرني بعمل وأقلل، يعني أنا لا أستطيع أن أستوعب منك الحقائق الدينية والأعمال الكثيرة، مرني ببعض الأشياء التي تنفعني في آخرتي وأقلل، اختصر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ثم أعاد عليه فقال لا تغضب، وكأن عدم الغضب جماع كل خير. ويقول أيضا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه وقال لهم ما تعدون الصرعة فيكم؟ الصرع من هو؟ المصارع القوي من هو؟ الذي يصارع الآخرين ويغلبهم. قلنا الذي لا تصرعه الرجال، الذي يغلب كل الناس ولا يغلب أحد. قال ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي الحديث أيضا ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحاصل الأحاديث والآثار والآيات كثيرة في ذم الغضب، لا داعي لأن نطيل الجلسة بها، ونحن نحاول دائما أن لا نطيل الجلسة أكثر من نصف ساعة، إنما يعني للاستغراق في الموضوع أحيانا نتجاوز هذا الحد. لما ورد هذا الذم في الغضب؟ لعل كثيرا من الناس يتساءل لما هذا الغضب سلط عليه أصابع الاتهام هكذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره جماع كل خير يوم قال له مرني وأقلل قال لا تغضب. لما؟ لأن الغضب يغير من حقيقتك ويؤثر على كل جزئية من جزئيات وجودك، ويبدل كل فضيلة لديك إلى رذيلة. ونذكر على سبيل المثال، انتبه إلى شخص يغضب، ستجد أن في جسمه وماديته وتحركاته وأقواله وأفعاله تحصل بعض التغيرات. فأما وجهه ستجده احمرت عيناه، اصفر الوجه، توسعت الحدقات، عرق جبينه، تغيرت وربما التوت حركات شفتيه، بدا على الشفتين الزفر والزبد. ولو أن الذي يغضب تأمل في صورته القبيحة هذه لسكن غضبه رأسا، ولكنه لا يدري، يظن أن الناس حين يغضبون تتغير صورهم، أما هو فلا تتغير صورته، لكنه لو نظر في مرآة لعلم قبح صورته، وقبح باطنه أقبح، لأن قبح الظاهر أثر من آثار قباحة الباطن، والدن يترشح بما فيه. ثم تجده في لسانه يسب ويشتم ويلعن ويطلق
يطلق أيضا ويهدم البيت كاملا ويقول ما هو يستحي منه بعد أن تفتر حالة الغضب لديه. بالنسبة لحركاته يضرب، يعنف، يقتل، ربما سرق، ربما جرح لو تمكن. وإذا ما تمكن وانفلت المغضوب عليه من بين يديه ولم يتمكن من اللحاق به وتنفيذ ما يريد، حينئذ يعود الغضب إلى نفسه، فربما ضرب على وجهه، وربما مزق ثوبه، وربما قطعت المرأة شعرها أو لطمت على صدرها، وربما الرجل زاد غضبا فحمل المائدة وضربها على الأرض، وشال القندرة وضربها على التلفزيون، ويفعل أفعالا عجيبة في حركته الظاهرية. بالنسبة للقلب حدث ولا حرج من التغيرات. الغضب سيثير في قلبه الحقد والحسد والشماتة والسرور بحزن الآخرين والحزن بسرور الآخرين. كل هذه التي سردناها بلغت ربما 20 آفة، كلها ناتجة من الغضب. ولو أن الغضب لا ينتج إلا واحدة من هذه الصفات لكفى الغضب بشاعة وذما. لو أن الغضب لا يغير إلا صورتك لكفاه ذما. ولو أن الغضب لا ينتج منه إلا فقد السيطرة على لسانك لكفاه جرما. ولو أن الغضب لا ينتج منه إلا عدم التحكم في أعصابك وحركتك لكفاه شناعة. ولو أن الغضب لا يترتب عليه إلا تلك الأمراض القلبية التي تفتك بك أولا ثم تفتك بالمجتمع لكفى بالغضب جناية. ما العمل تجاه هذا الغضب الذي غير الحياة كلها من قول وفعل وحركة وسكون وحتى ظاهر وباطن، والتي ذمها الله ورسوله؟ ماذا نفعل؟ كما قلت سابقا، هذه الحالات الخلقية، هذه الحالات المرضية في الخلق لا يمكن أن تعالج إلا عن طريق علماء التربية وعلماء القلوب. غير أن هذا لا يمنع أن نقدم بعض الإسعافات الأولية كما قلنا. أستطيع أن أقول إن وقوفك في وجه الغضب نقسمه إلى قسمين: الوقاية من الغضب والعلاج من الغضب. ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. كيف تقي نفسك من الغضب؟ أولا، لا يمكنك أن تقي نفسك من حالة مرضية إلا أن تقي نفسك من أسبابها. فمهما اتقيت من بعض الدسومات والدهونات لن تستطيع أن تعالج نفسك ما دام السبب الأصلي للمرض الذي على أساسه امتنعت من تلك الدهونات موجودا. لذلك لا يمكنك أن تعالج أن تقي نفسك من الغضب إلا بعد أن تتعرف على الأسباب المهيجة للغضب ثم تبتعد عن تلك الأسباب. السبب الأول أيها الإخوة الكبر، رؤية الإنسان لنفسه كبيرا عظيما فوق الناس جميعا، هو من مادة وغيره من مادة أخرى. وقد يقول في بعض حالاته وفي أحلامه اليقظة: أنا يعني رب الناس الأعلى. هكذا النفس تقول، إن لم تقل بلسانها فهي تقول عمليا. لذلك إذا أخطأ أي رجل معك ولو خطأ بسيطا تغضب، لأنك تقول إن مثلي يجب أن لا يخطئ الناس في حقه، أما وقد أخطأوا فيجب أن أصب عليهم جام غضبي. بل يجب أن يكون كل الناس عبيدا لي وخدما لي ويقدمون الإحسان والطاعة لي. فيوم تجد أحد الناس تقاعس تكاثل لم يقم بالواجب الذي أنت تحلم به أو تظنه أن الناس يجب أن يقوموا به، إذا قصر حسب نظرك ترى نفسك أنك قد غضبت تكلمت عليه أو عنفته بالقول أو الفعل أو غير ذلك. كيف تقي نفسك من هذا؟ تقي نفسك
بالتواضع، بأن تعلم أنك واحد من هؤلاء، ولا داعي للكبر ولا داعي للعجب. وكيف يتعجب من نفسه ويتكبر على الآخرين من عرف نفسه. إذا عرفت نفسك لن تتكبر على الآخرين ولن تعجب بنفسك حتى يدعوك العجب إلى الكبر. ربما الكثير منا لا يعرف نفسه، ولذلك حين يخطئ الواحد منا معهم خطأ بسيطا يقول: أتدري مع من أخطأت؟ أنت تعرف مع مين تحكي؟ يا أخي أعرف مع مين تحكي، أنت يعني عنصر أمن يعني بعدين مثلي مثلك، أنا مواطن وأنت مواطن. لذلك الإنسان حين لا يعرف حقيقة ذاته، حين يتجاوز حدود ذاته يغضب. لذلك قال أحد الجبابرة لأحد الفقراء الدراويش: أتدري مع من تتكلم؟ قال: نعم أنا أدري مع من أتكلم. أنت أتكلم مع من خرج من مخرج البول مرتين. أنت خرجت من مخرج البول مرتين، مرة من مخرج بول أبيك ومرة من مخرج بول أمك. هذه حقيقته. فلو أن الإنسان علم أن هذه الحقيقة، أن هذه حقيقته، لما رأى لنفسه حقا على الآخرين، ولما أعجب بنفسه ولما تكبر. لو أنه علم أن بدايته نطفة مذرة ونهايته جيفة قذرة، وهو بين النطفة والجيفة دائما يحمل العذر، يعني الغائط المعروف، بدايته نطفة مذرة ونهايته جيفة قذرة، وهو بين المذرة والقذرة دائما يحمل العذرة والغائطة، لما تكبر على الآخرين. فغضبك ينتج من جهلك بحقيقة نفسك، وهذا يدعوك إلى الفخر إن كنت نسيبا، إن كنت من عائلة مرموقة بين الناس. لذلك تغضب يوم يأتي شخص من عائلة ربما هي عند الله أفضل منك، هو وعائلته، ولكن المجتمع ظالم. كم يرفع أناسا يجب أن يكونوا في الطبقة الدنيا، وكم يضع أناسا يجب أن يكونوا في القمة. هكذا المجتمع ظالم، عرفه مقلوب، موازينه ليست بالتقوى والعمل الصالح والخلق الكريم، إنما موازينه بالمال والجاه والزعامة والرجال وغير ذلك. يجد من هو من عائلة محترمة وذو عشيرة عريضة يجد أن من حقه أن يفتخر على الناس، ولذلك يجب على كل الناس أن يكونوا خدما له وأن لا يخطئوا. وما فخر من خلق من التراب وإلى التراب يعود. لو علمت أنك لست ابن فلان، لست ابن الزعيم فلان ولا ابن الشيخ فلان، أنا وأنت جميعا نحن أبناء آدم، وآدم من تراب، وما فخر من خلق من التراب وإلى التراب يعود. لو علمت أنك ابن الزعيم فلان من حقك أن تفخر، ولذلك تخطئ وتغضب. لكن لو تجاوزت هذا الأب القريب ونظرت إلى أعماق التاريخ، إلى أصلك، لوجدتني أنا وأنت مستويان في النسب، كلنا أبناء التراب، بدايتنا تراب ونهايتنا تراب. لذلك لن تغضب. من أسباب الغضب المزاح أو المزاح. كثير من الناس يمزحون فيؤدي المزح إلى الغضب. كيف تقضي على هذه الخصلة؟ أن تشغل وقتك بالجد والأمور الضرورية واللازمة لدينك وواجبات الدين. لو أنك شغلت نفسك بها لاستوعبت كل أوقاتك. فقط الأذكار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أردت جرب يوما واحدا، حاول أن تطبق الأذكار التي وردت من الصباح إلى المساء، قبل الصلاة وبعد الصلاة، وأثناء الخروج وبعد الخروج، وأثناء الوضوء وبعد الأذان، وقبل الإقامة، ويوم تلبس، وحين تخلع نعليك، ويوم تركب السيارة، ويوم تنزل، ويوم تأكل، وبعد أن تأكل، ويوم تلتقي بأصحابك، ويوم تدخل بيتك. حاول أن تطبق فقط هذه الأذكار، لن تجد معك مجالا لأن تمزح حتى تقع في الغضب. شدة الحرص أيضا، شدة الحرص على الدنيا وعلى المال وعلى الجاه أيضا يدفع الإنسان إلى الغضب. تعالجه بالقناعة ومعرفتك أن الرزق مقسوم، وأن الله هو الذي يفرق ويجمع ويوصل ويقطع ويعطي ويمنع. لو علمت أن كل هذه الأمور بيد الله لما غضبت.
ولذلك قال أحد العلماء إن من يغضب أتدري ماذا يقول؟ إنه يقول إن مرادي لم يتحقق وتحقق مراد الله وكان ينبغي العكس. أليس هذه حالتنا؟ لم تغضب؟ أنت كنت تريد شيئا وأراد الله غير ما تريد. كنت تريد أن يأتي مثلا مطر معين في زمن معين حتى يعطيك موسما خاصا ومميزا، فلم يأتي المطر على حسب طلبك، إنما جاء على حسب طلب الله. فلذلك يغضب هذا المزارع وهذا الفلاح، يغضب لما لم يأتي المطر كما يريد، يعني يغضب لما تحقق مراد الله وما تحقق مرادي. كان ينبغي بالعكس، ينبغي أن يتحقق مرادي ويتخلف مراد الله. لو علمت هذا ما غضبت وما يوما تعلقت بالحالة البديلة. كل ما حصل لك تقول هل يجي من الله والزين. لن تغضب ولن تبحث عن البديل، لأن البديل مستحيل. وأنت تعلم في الحديث القدسي أو الخبر القدسي، سواء كان حديثا أو خبرا سابقا بتفصيله، هو له أصل في الحديث لكن ربما بتفصيله خبر سابق للحديث: عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإن تركت ما تريد لما أريد يكن ما تريد. إن تركت ما تريد لأجلي فوضت الأمر إلي سأرضيك أيضا، يكن ما تريد. وإن تركت ما أريد لما تريد آثرت مرادك، تركت ما أريد لما تريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. نعم سأتعبك فيما تريد، أدعك تشقى في طلبك، ولكن في النهاية لن يكون في الحياة وفي الوجود إلا ما أريد. لذلك قال الإمام الغزالي: ليس بالإمكان أكثر مما كان. الشيء الذي حصل هو الذي كان ممكنا أن يحصل، وغيره ليس ممكنا لأنه خلاف لقضاء الله وقدره. ومن أشد بواعث الغضب ما يظنه الناس أن الغضب رجولة. الكثير منا يرى أن الغضب رجولة. فلان يقول أنا أبو عنتر، ما هكذا يقول؟ ما حد يقدر يحكي، اللي يغلط معي مو صاير لساعة وكذا وكذا، يعني يعتبر نفسه رجلا إن غضب وإن تحرك غير التحرك المعقول، ظنا من أنه إن سكت وإن حلم وإن عفا اتهمه الناس بالذل، اتهمه الناس بالذل، وهذا عين الجهالة. إنما الحلم هو العقل والعز، أما الغضب فهو الجهل والذل. وحسب دليل على هذا أن المرأة أسرع غضبا من الرجل، وأنتم تقولون المرأة ناقصة عقل ودين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام زمان طبعا يوم جاءت النساء وأضربنا وجاءوا إلى أحد الكبار من العلماء وقلنا له إنكم تظلمون يوم تقولون إن النساء ناقصات عقل ودين، كيف تقولون؟ ها أنا مستلم للوزارة وتلك رئيسة اتحاد النساء، كيف تقولون نحن ناقصات عقل ودين؟ فقال لهن أنا لا أقصدكن ورسولنا لا يعنيكن يوم قال النساء ناقصات عقل ودين، إنما يعني بذلك النساء الأوائل، نساء أيام زمان، نساء الصحابيات، هن تلك النسوة قبل 14 قرنا كن ناقصات عقل ودين. قالوا أما نحن، قال فأنتن لا دين لكن ولا عقل، لا عقل ولا دين. أيام زمان كنا ناقصات عقل ودين، أما الآن فلا عقل ولا دين. وحسبك دليلا على أن تعلم أن الغضب ليست رجولة وليست شجاعة أن المرأة أسرع غضبا من الرجل، وأن الطفل الصغير أسرع غضبا من الرجل الكبير. والرجل حين يسن يكبر 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 ويشيخ ويخرف تجده أشد غضبا منه أيام نضوجه يوم كان في 40 و50. فالغضب علامة الرجولة أم علامة الضعف
علامة العقل أم علامة الحمق؟ علامة العلم أم علامة الجهل؟ لذلك ينبغي على هؤلاء الناس الذين يغضبون ويظنون الغضب شجاعة أن يبحثوا في قصص الكاظمين للغيظ. وأذكر أمثلة بسيطة قبل أن ننهي الدرس. يقول رجل لجعفر بن محمد أحد علماء المسلمين السلف: إن بيني وبين قوم خصومة وأريد أن أتركها لهم، غير أني أخشى أن يقولوا عني ذلة، يعني تقاعس وجبن. فقال له: احلم يا هذا فإن الذليل الظالم. لو أنك ظلمت وتجاوزت وفجرت في خصومتك تكون ظالما، هذا هو الذليل. أما الذي يعفو فليس ذليلا. ومرة كان رجل حكيم ماش في طريقه، فأراد أحد الناس أن يغضبه، حمل حجرا وألقاها على كعبه، على التمول هستيبرشي، على الساق، على العظم، عظم الموت، ايه هستيبرشي. قعد الرجل سويعة حتى ذهبت آلامه ولم يتكلم، ثم مر قام، فجاء إليه الناس وقالوا له: فلان هو الذي رماك بالحجر. قال: أعلم، يعني لستم تخبرونني بشيء أنا أجهل. أعلم. قال: إذن لما ما غضبت؟ قال: شبهته بحجر تعثرت به، قسته، اعتبرت هذا الإنسان على أنه حجر من تلك الحجارة الكثيرة التي طالما تتعثرون بها. ومرة كان أحد الحكماء ضيفا على صديقه، وهذا الصديق أراد أن يكرمه وصنع له مائدة بغياب زوجته. الزوجة ما ترضى، لكن يبدو أنه من سوء طالعه جاءت الزوجة من الدوام من السوق، فرأت مائدة عامرة للضيف، فجاءت وحملت المائدة وأخذته من عند الضيف، وبدأت تشتم صاحب البيت زوجها والحكيمة الضيفة الذي سمته بالطفيل والذي تدخلون بيوت الناس وناني ما دريا كتزكي ودا. فما موقف رجل تقوم زوجته بهذا العمل أمام الضيوف؟ سيقوم يضربها. ذهب الرجل ليضربها فأخذ الحكيم بيده وقال له: لعلك تذكر منذ 10 سنوات كنت ضيفا في نفس هذا البيت، ووضعت لنا مائدة تحت ذاك الجدار، وكانت لديكم دجاجة، فنزلت الدجاجة على مائدتنا وقلبتها، أغضبنا يومها؟ قال: لا. قال: اعتبرها الدجاجة، اعتبرها دجاجة، بل أنتم تقولون عقل 7 نساء بدجاجة وهي تضرب منقارها بغير شيء. حتى لا ولو أطلنا حتى لا يبقى شيء من موضوعنا إلى غد. هذه التي ذكرناها وقاية من الغضب. أما إذا غضبت كيف تعالج نفسك؟ بقولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تدعو لك، وأن تتوضأ، وأن تقعد إن كنت واقفا، أو تضطجع إن كنت قاعدا، وآخر الدواء أن تسجد لله سبحانه وتعالى وتصلي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض، أي ليسجد لله وليظهر عبوديته وذله حتى لا يغضب. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحمينا جميعا من الإفراط في الغضب، إنه على ما يشاء قدير. النقطة الأخيرة والتي وعدت أناسا أن أتحدث عنها. كثير من الناس وجاءت مناسبة يقولون: أنا غضبان، أنا أشعل سيكارة، يدخن ويقول: أنا غضبان. والنار يا أخوة لا يطفأ بالنار. ويلال منه ويلال منه
هوار شيخ من ويلال منه ويلال منه صدواخ ومان حيفا شيخات خنقاندني هوار شيخ من حيفا شيخات خنقاندني صدواخ ومان از شم قامش لول پالاچ یایی هوار شیخ من و از شم آوایل پالاچ یایی صدواخ ومان دیوانا شیخ مجبوشی والایی هاور شيخ من وديوانا شيخ مجبوشي فالاي صدواخ ومان چاوي شاگردال ركبات ماي هاور شيخ من چاوي مكردال ركبات ماي صدواخ ومان خدي خراكي مالا دجمنا هاور شيخ من چاوا دستي والشيخ مقرياي صدواخ ومان ويلال منه ويلال منه هاور شيخ من ويلال منه ويلال منه صدواخ ومان مدد شيخ من مدد مدد خزناوي مدد مدد شيخ من مدد مدد خزناوي مدد أوجب بيات فيروز مدد شيخ من مدد لما نكير يا نوروز مدد شيخ من مدد أوجب بيات فيروز مدد شيخ من مدد لما نكير يا نوروز مدد شيخ من مدد أوجب بيات فيروز لما نكير يا نوروز مدد شيخ من مدد مدد أسقربان مدد مدد لقامش لو طفاني مدد شيخ من مدد المهابادي قرياني مدد شيخ من مدد لقامش لو طفاني مدد شيخ من مدد المهابادي قرياني مدد شيخ من مدد لهوليري فرماني مدد شيخ من مدد تبويا باران الأمد مدد شيخ من مدد أوجب بيات فيروز لما نكير يا نوروز أوجب بيات فيروز لما نكير يا نوروز مدد شيخ من مدد مدد أسقربان مدد 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 شيخ شهيدان مدد شيخ من مدد مشوقك شخورتان مدد شيخ من مدد مدد شيخ شهيدان مدد شيخ من مدد معشوقك شخورتان مدد شيخ من مدد
كل شعبي كردستان مدد شيخي من مدد تهربيجي وكيان مدد شيخي من مدد تهربيجي وكيان مدد شيخي من مدد او جبيات فيروز اللي ما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد مدد أسكربان مدد مدد شيخي عشيقان مدد شيخي من مدد سرود أقول وديلان مدد شيخي من مدد مدد شيخي عشيقان مدد شيخي من مدد سرود أقول وديلان مدد شيخي من مدد شاقرد قازي وفيران مدد شيخي من مدد بوما جبار وكمند مدد شيخي من مدد أو جبيات بيروز لما نكير يا نوروز أو جبيات بيروز لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد مدد أسكر بالمدد مدد إلى هذه الكلمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له من دون الله وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. من رغب في سنة محمد وصل، ومن رغب عن سنة محمد غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أفتتح حديثي أظن أنكم لا تحتاجون إلى من يلفت أنظاركم إلى ضيق مكانكم. إخوانكم في العراء وبإمكاني أن أقول تقدموا، لكنه ليس حلا لمشكلتنا.
صحيح أن الشتاء قد ولى، لكن الصيف بحرارته اللاهبة قادم، والمكان لا يسعنا. وهذا المسجد كما ترون هو مشروع ضخم، لا يمكن لفرد أو أفراد أن يقوموا بواجبه. وسبق أن ناشدتكم أن تتحركوا، لا بتقديم تبرعاتكم، فهذا المسجد مجمع ضخم لا يبنى بعشرات الليرات التي أقدمها أنا وأنتم، يحتاج إلى جهد جماعي وجهد إعلامي من قبلنا جميعا. لا يمكن أن يقول واحد منكم إنه لا يعرف تاجرا أو لا يعرف مزارعا عنده شيء من مال الله، وبإمكانك أن تدل أن ثمة مشروعا هو ليس مشروعا بالمعنى الجامد، هو رسالة. هذا المسجد هو مركز رسالة. فإذا كنتم قد خرجتم من بيوتكم إلى هذا المكان القصر لإعجابكم برسالة هذا المسجد، فمن واجبكم أن تتحركوا جميعا لتتضافر جهودنا من أجل بناء هذا المركز. إخوة الإيمان والعقيدة، أوصيكم بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وفصيح بيانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآية الكريمة التي افتتحنا بها أولى حلقاتنا في مسلسل الفتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واليوم بصحبتكم نفتتح بهذه الآية حلقة جديدة من حلقات مسلسل الفتنة التي ربما طال هذا المسلسل عبر جمعات عدة. بدأنا بحلقاتها قبل الحرب على العراق، وعشنا مع حلقاتها أثناء الحرب على العراق،
وها نحن بعد الحرب على العراق نعيش حلقات اخرى جديدة لنستخلص من الحرب والايام التي مضت دروسا وعظات وعبر لنا كافراد ولنا كمجتمعات ولنا كشعوب ولنا كأمة إسلامية تعتبر نفسها صاحبة الرسالة الخالدة للعالمين. هذا المسلسل الذي خلال جمعات عدة سلطنا الأضواء بطريقتنا، سلطنا الأضواء على محنة شعبنا الشقيق المنكوب في العراق. هذا الشعب الذي صب عليه الذل والقهر والظلم والاستعباد، مرارا باستيلاء طاغيته على مقدراته، ومرورا بالمأساة التي عاشها هذا الشعب اكثر من عقدين من الزمن، تقلب خلالها بين فتنة وفتنة، وعاش محنة بعد محنة، بدءا من استعمال الأسلحة الكيميائية فيه كما تستعمل في البعوض والذباب، ومرورا بدفن عشرات الآلاف من أبنائه تحت أنقاض التراب في حفر سميت بالأنفال، ومرورا بالآلاف من الشرفاء من أبناء ذلك البلد المنكوب الذين ذوبت لحومهم وعظامهم وأجسادهم في أحواض الأكيد، والآخرون كانوا سعداء الذين من عليهم النظام بإطلاق رصاصة الرحمة عليهم في إحدى ساحات محاكمه العسكرية دون تعذيب. أما الذين هجروا سواء بطريقة النظام عبر مئات القلابات على الحدود الإيرانية أو خرقوا البحار بزوارق بدائية، فلم يكونوا أحسن حالا من أولئك حيث غرقوا في أعالي البحار وأصبحوا في بطون أسماك القرش، والملايين الأربعة التي تاهت في بلاد العالم خسرت نفسها، خسرت أخلاقياتها، خسرت سلوكياتها، ذابت هنا وهناك. هذا الشعب المسكين الذي بلي بالظلم خلال هذه الفترة الطويلة
لتزيد الطين بلة ولتقصف هذا البلد المسكين كل يوم بمئات الالاف من القنابل التي احرقت الاخضر واليابس وقضت على الماضي والحاضر والمستقبل. هذا البلد المسكين جاءه الفاتحون، جاءه المنقذون ليتلفوا البقية من ثرواته. اقول البقية لأن يعلموا أن البقية التي سلبت من يد صدام وعدي وقصي وأزلامهم هي بقية قليلة. لكن على كل حال جاء مدعو الفتح فأتلفوا البقية من ثروات هذا البلد ودمروا البقية من تراث هذا الشعب وحضارته، مما اصبح فيه العراق مهددا اليوم كشعب وفت في عضده كمجتمع وتفكك بنيانه كأسرة وانهد جداره كفرد وتفسخت اخلاقه وقيمه وسلوكه. اخوة الايمان والعقيدة ايها الاحبة، ككل الحلقات التي مرت اعود لأؤكد لكم واقول ان الشدائد والفتن والمحن هي ابتلاء من الله وتمحيص منه سبحانه لعباده ليبلوهم ايهم احسن عملا. في الشدائد في المحن تظهر معادن الرجال، في المحن تتكشف حقائق النفوس، في المحن تزول الأقنعة عن الوجوه، في المحن يتميز المخلصون من المنافقين، في المحن يتميز الصادقون من الكاذبين والمخادعين، في المحن تتعرف الشعوب وتعلم الامم من ابنائها يبر بها، تعلم الامم من رجالاتها يعيش همها، يحيا من اجل امالها، يعتصر قلبه الما لآلامها، يفرح لفرحها، يحزن لحزنها. وبالمقابل تعرف الامم من ابنائها حقها
يدغدغ عواطفها ايام المنجزات، ايام الميزات، ايام رغد العيش. ولكن حين جاءت المحن، جاءت الشدائد، تنكر هؤلاء الابناء لاممهم، لشعوبهم، ووجدت الواحد منهم يتبرأ من اخيه وامه وبنيه وابيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ظنا من اولئك الرجال ان اهليهم واقوامهم وشعوبهم اصبحوا يثقلون كواهلهم في وقت الشدة، ويحولون بينهم وبين الوصول الى اهدافهم القذرة. لذلك تجده يتبرأ من اهله ويدوس على شعبه دون ان يبالي من داس. وكعادة الوصوليين يدوسون على كل شيء من اجل ان يصلوا. لكن ايها الاخوة، ان الرجال الاشداء والفتيان المخلصين والامم العظيمة التي تشربت قواعد الاسلام وسلوكيات رسول الله صلوات الله عليه وسلامه لا تسجد ولا تنحني امام العواصف. وكلما تأزمت المواقف واشتدت الفتن تلفت المخلصون من ابنائها فوجدوا حبل الله المتين الذي يزيدهم التمسك به طمأنينة في قلوبهم، يقظة في عقولهم، راحة في ضمائرهم، صفاء في نفوسهم، شدة في عودهم، صلابة في قامتهم، شموخا في جباههم، عزة يقتبسونها من عزة الحق عز وجل. ايها الاخوة، ان الاسلام ما هزم في يوم قط. واسمعوا مني حتى لا يظن احد منكم انني اليوم امارس دورا من ادوار هذا العصر التي كان يمثلها الصحاف ببراعة. لا اتحدث عن خيال. الاسلام ما هزم قط، والدعوة الاسلامية ما هزمت في مرحلة من مراحل تاريخها. ورسالة الله الى البشر ما هزمت في معركة من معاركها منذ ان ارسل الله اول الرسالة والى ان يرث الله الارض ومن عليها.
الإسلام ما هزم. نعم، قد تجدون دولا هزمت، حكومات هزمت، جيوشا هزمت تتسمى بأنها دول إسلامية، جيوش إسلامية، حكومات إسلامية تستعمل شعارات إسلامية أيام المحن، تستعمل مصطلحات إسلامية أوقات الشدة من أجل أن يغسلوا بها أدمغة البسطاء منا، وحتى ينتزعوا من أمثال أستاذنا الدكتور البوطي شهادة لها بأنها حكومات إسلامية فرع العتبات المقدسة. أما أن تكون حكومة العراق حكومة إسلامية فسأتحدث عنها، ولكن أما أن تكون راعية للعتبات المقدسة فنعم وألف نعم، لأن أمثال هذه النظم ترعى فقط أمواتنا، ترعى العتبات المقدسة لتتاجر بها، أما أحياؤنا فلا قيمة لنا عندهم ولا نستحق حتى طلقة رصاصة، بل لابد أن ترش علينا المبيدات الكيماوية بالآلاف. لكننا إذا متنا مشوا بتعازينا وجنازتنا وضربوا على صدورهم وأنشأوا على قبورنا عتبات مقدسة. إن الإسلام ما هزم. ولأضرب لكم مثالا قبل أن أنتقل إلى واقعنا الذي نعيش فيه. الخلافة العباسية سقطت والخليفة هزم، وبغداد حاضرة الدولة الإسلامية يومها استسلمت، فهل هزم الإسلام؟ سقطت الخلافة، فر الخليفة أو قتل، استسلم الناس، سقطت العاصمة، ولكن لم تسقط راية الإسلام، ولم يستسلم المخلصون، ولم هزم الدعاة، بل تحركوا واعتبروا أن معركتهم الجديدة قد بدأت من أجل حماية المجتمع الإسلامي من الذوبان وعدم التأثر بثقافة المغول والتتار. وفعلا وبعد مدة يسيرة دخل التتار الغزاة في الإسلام، وهذا يحصل لأول مرة في التاريخ. في العادة الضعفاء يدخلون في دين الأقوياء، في العادة الضعفاء يقلدون الأقوياء لتسود ثقافة المنتصر وتقاليده وسلوكياته وأخلاقياته. لكن مع الإسلام تتضارب المعلومات. في الإسلام
او بالاحرى في الاسلام تتناقض المعلومات لينتصر الضعيف على القوي في عقيدته. دخل التتار الغزاة الاقوياء في دين المسلمين المنهزمين الضعفاء. قلد التتار المنتصرون تقاليد وعادات المسلمين المنهزمين، حتى في لغتهم اللغة العربية لغة القرآن ظلت هي اللغة الرسمية في دولة التتار والمغول، علما ان العرب كانوا هم المنهزمين. لكن اذا انهزم العرب لن ينهزم كتاب الله، واذا انهزم المسلمون لن ينهزم ولن تنهزم قيم الاسلام ومبادئه. واليوم ها هو التاريخ يعيد نفسه او يعيد حلقة من حلقاته. واني لا احلف لاطلب شهادة من احد، انما هو واجب كل مسلم، والذي بعث محمدا بالحق. لقد اعتصرت قلبي ألما خلال اكثر من 20 يوما ككل المسلمين الذين كانوا يخشون على مصير العراق. ولقد بكيت سقوط بغداد اكثر من بكاء محمد الدوري الذي وجدتموه يبكي على شاشات التلفاز. قد يكون الرجل صادقا، ربما يبكي بلده، لكنه قد يبكي ايضا ميزاته، ربما كان يبكي منصبه، وربما كان يبكي امتيازاته التي وهبها له صدام. لكنني والملايين المسلمة بكينا بغداد لا لناقة لنا فيها ولا جمل، انما لانهم اهلونا، لان مصيرنا مرتبط بمصيرهم، ولانهم الدفعة الاولى. اقول مكررا لانهم الدفعة الاولى من القرابين التي تقدم على مذبح الحرية والكرامة، كما اكدت ذلك في حلقة الثيران الثلاثة. لكن ما الذي ينفع تعبيرنا عن آلامنا وشجوننا؟ في النهاية سقطت بغداد، وهزمت الحكومة العراقية، وهزم الجيش العراقي، وهزم الحرس الجمهوري، وهزم فدائيو صدام، وما هزم الاسلام. ولن ينهزم الاسلام، ويبقى الاسلام عزيزا قويا منتصرا رغم انف المنتصر والمنهزم، رغم انف القوي والضعيف، رغم انف الذئب والضحية، رغم انف ثالوث الشر والظلم والقهر والدمار. بوش وبلير وصدام الذين تبادلوا الادوار القذرة
من اجل القضاء على حضارة الاسلام والمسلمين، لكن الاسلام سيبقى عزيزا منتصرا رغم انفق والشر والطغيان، سواء تسمت باسماء اسلامية او غير اسلامية، عربية او غير عربية. لكن هل يقولها جزافا من هزم الاسلام؟ نعم، من هزم الاسلام ومن هزمت الحكومة الاسلامية ومن هزم حتى شعار الله اكبر الذي وضعه زورا صدام على علمه، من هزم الله اكبر؟ لان قيم الاسلام ما كانت سائدة، ومبادئ الاسلام ما كانت تحتكم اليها، انما الذي انهزم، اعود كما علمتكم، وعيب ان اقول علمتكم فالكثير منكم اعلم مني، كما عودتكم ان نكون صرحاء من اجل مصلحة امتنا، ما دمنا لا نعترف بمرض مريضنا فسيسقط شلوا ممزقا تحت اقدامنا. المريض يعاني سكرات الموت ونحن نقول لا بأس عليه، ما شاء الله هو قد الجمل حتى يسقط. لذلك شعورنا بألمنا، وضع يدنا على جرحنا من اجل ان نوقف نزيفه. لذلك اقول ان الذي سقط في العراق ليس هي الحكومة الاسلامية سقطت، انما التي سقطت هي حكومة صدام التي اسسها على مبادئ ميشيل عفلق الذي يقول، ولعل الكثير منكم ما نسي هذه الكلمة، ميشيل عفلق الذي طردته سورية التصحيح لأن قيمه لا تتناسب مع قيم سوريا، ومبادئه لا تتناسب مع مبادئ حافظ الأسد. لذلك ما وجد له مكانا بين شعبنا الأبي ولفظناه، فلا وجد له مكانا إلا بين أحضان صدام. يقول هذا الرجل إن الطريق الوحيد، انتبهوا، إن الطريق الوحيد لتشييد حضارتنا وبناء مجتمعنا هو خلق الإنسان الجديد الذي يؤمن أن الله والأديان والإقطاع، هكذا ثالوث الشر لعله، ونقل الكفر ليس بكفر. بناء الإنسان الجديد الذي يؤمن أن الله والأديان والإقطاع وكل القيم التي سادت مجتمعنا سابقا كلمات يجب أن تحفظ في متحف التاريخ. من الذي حفظ في متحف التاريخ؟ الإسلام الذي لا زال على منبره يتحرك، أم ذلك الرجل الذي أصبح اسمه مجرد كلمة قذرة في متحف التاريخ، وإن أعلن صدام إسلامه وصلى عليه 4 تكبيرات في إحدى مساجده. لنتساءل، في العراق الذي هزم، أناشدكم الله، أستحلفكم بالله، أجب أنت نفسك، هل كانت الصلاة جائزة في معسكر
من معسكرات جيش العراق؟ اسأل نفسك وأنت أجب. هل كانت الصلاة جائزة في سكنات من سكنات الحرس الجمهوري؟ لذلك إذا هزم ذلك الجيش أو خان ذلك الحرس، فكيف تحسب الهزيمة على الإسلام والإسلام مغيب عن الساحة؟ لقد رأيت بأم عيني ورآه الملايين من الناس على شاشة الفضائيات ملف ذلك الرجل العراقي البسيط الذي أعدم لا لشيء، لا لأنه ينتمي إلى تنظيم سياسي ولا لأنه منخرط في جماعة إسلامية أصولية أو إرهابية كما تسميها أمريكا صانعة أمثال هؤلاء الرجال، إنما كان الرجل بسيطا كتب على ورقة صغيرة بسيطة انطلاقا من عفويته وبساطته وبقلم الشنيار وبخط يكاد يقرأ لعفويته: شعارنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الرجل كشف ملفه عبر الفضائيات على العالم، أعدم فقط لأنه كتب شعارنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا هزم هؤلاء كيف تحسب هزيمتهم على الإسلام والإسلام محارب بأيديهم قبل أيدي أعدائهم؟ أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، نحن في فتنة عصيبة، نحن في فتنة تكاد تلفحنا نيرانها، والمطلوب من أمة الإسلام قاطبة وخاصة الأقربون فالأقربون. لذلك أتحدث من خلال هذا المنبر إليكم وإلى الشعب السوري كله. نحن أبناء شعب واحد، نعيش على أرض عزيزة علينا جميعا، بناؤها وإعمارها مسؤوليتنا جميعا، كما أن خيرات هذا البلد لنا جميعا. فإياكم أن يخترقكم فتان أو يخترقكم عدو أو يحدث فيكم بلبلة، فنحن ركاب سفينة واحدة، إما هي ناجية فننجو جميعا، وإما هي غارقة فنغرق جميعا. وإياكم أن تسمحوا لأناس يخرقوا في جسم السفينة بحجة أنهم يخرقون في نصيبهم، فالسفينة إذا انصب وانكب فيها الماء غرقت بجميع ركابها. نحن اليوم شئنا ما بين فكي كماشة، العدو من أمامنا والعدو من ورائنا، الصهاينة في غربنا والمتصهيونون في عراقنا، ونحن بين فكي كماشة. نراهن فقط على الله، فلنتمسك بدينه ولنعد جميعا إلى كتاب الله
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولنسر وفق من منهج رسول الله صلوات الله عليه وسلامه الذي تركنا عليه محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإياكم والعصبية، فقد سماها رسول الله منتنة، قال دعوها، دعوا العصبية فإنها نتنة، دعوا العصبية فإنها نتنة. وقال فيما معناه من قاتل تحت راية عمية أو راية عصبية فقتل فقتلة جاهلية. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتتنازعوا ولا ليستبد بعضكم ببعض، إنما لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان البشر وإنما يتفاضلون بأعمالهم. فإياكم والفرقة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وإياكم والفتنة فالفتنة أشد من القتل والفتنة نائبة لعن الله من أيقظها. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. والفتنة توقظ بطرق عدة. لولا أني حريص على بلدي ولولا أني حريص على شعبي لضربت صفحا عن بيانه، لكن لأننا ركاب سفينة واحدة نغرق معا وننجو معا أضطر لأن أبين كيف توقظ الفتنة حتى تكونوا حذرين. الفتنة توقظ ونارها توقد بطريقتين: طريقة جلية واضحة ظاهرة، وطريقة مستورة خفية ملغمة ومن وراء الكواليس. فالتحريض على الفتنة بالطريقة الجلية أن آتي إلى زيد وأحرضه على أخيه عمرو، وهذه طريقة يعلمها كل الناس وبإمكانهم أن يحذروا منها. أما الطريقة الخفية فأن آتي إلى عمرو مباشرة وأسبه وأشتمه وأهينه عله يتهم أخاه زيدا أنه هو الذي حربني، فأوقد بطريقة غير مباشرة نار الفتنة بين زيد وعمرو. ولأضرب لكم أمثلة حصلت أمام أعيننا في هذه الحرب، وإن شئت قل في هذه المأساة. الفتنة الظاهرة أن تأتي مؤسسة، تأتي دولة، يأتي رجل
فيخاطب العربي بقوله: أنت عربي من سادة الدنيا، كان خليفتكم يقول للغيمة: أمطري أن شئت فإن خراجك سيأتي إلي. وأنت إذا لست كباقي الشعوب التي تعيش معها. هذا تحريض واضح للعربي ضد إخوته. أما الطريقة الخفية فهي التي استعملها ذلك المعارض العراقي القدم الذي سمعتموه على الفضائيات يقول: إنني أخجل أن أسمي نفسي عربيا أو أن أنتسب إلى العروبة. هذا تحريض خفي ليحرك مشاعر معينة بين أفراد الشعب الواحد. وبالمقابل قد تأتي دولة، تأتي مؤسسة، يأتي أفراد ليخاطب الأكراد أو الأتراك بنفس اللهجة، ليحرضوهم على إخوانهم العرب ويحرضوهم ليعالجوا الخطأ بالخطأ ويطفئوا النار بالنار، فتحترق الأمة كلها وتغرق السفينة بجميع ركابها. والطريقة الخفية التي استعملت أن تأتي لتشتم الآخرين، ومع الأسف وقع فيه أستاذنا الدكتور البوطي يوم قال: إني أضع نسبي تحت قدمي. إنه تحريض للبسطاء من طريق خفي، لكن الله أعان واستطعنا أن نفهم الناس أنكم ركاب سفينة، وأن أمثال هؤلاء يصطادون في الماء العكر، علموا أم جهلوا. لقد ألب قلوب الناس على بعضهم، أوغر صدورهم، وما خدم الوحدة الوطنية التي نسعى إلى ترسيخها خلف قيادتنا وبتوجيهات رئيسنا الدكتور بشار الأسد. نعم، ما خدم في مقولته هذه وبإهانته هذه للناس لشريحة من أبناء شعبنا ما خدم الوحدة الوطنية أبدا. وعلى العكس أبعد الكثير من شبابنا عن دينهم وعقيدتهم، ظنا منهم أن هذه هي فكرة إسلامنا، مبادئ ديننا. ومعاذ الله أن يأمر الإسلام بإهانة أحد، معاذ الله أن يفرق الإسلام بين أعجمي وعربي وأبيض وأسود. سألني أحد الشباب: أنقل سؤالكم للحقيقة، يقول لي: أليس الدكتور البوطي عالما من علمائكم؟ قلت: بلى. أليس داعية من دعاتكم الإسلامي؟ قلت: بلى. أليس هو ممثلكم معاشر العلماء في عشرات المؤتمرات التي تعقدونها؟ قلت: بلى. قال: فهو إذا يجسد مبادئكم، يتحدث باسم إسلامكم، ولو كان في موضعه، انتبهوا إلى الضرر الذي أحدثه، ولو كان في موضعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لما قالوا إلا الذي قاله الدكتور، لأن هذا هو إسلامكم. استغفر الله
مما قاله هذا الشاب. وقلت لكم القاعدة الشرعية: نقل الكفر ليس بكفر. وأستغفر الله أيضا مما قاله أستاذنا الذي أحرج نفسه وأحرجنا معه وأحرج منابرنا معه، وكان بغنى عن كل هذا. أجبت الشاب: نعم، الدكتور عالم من علمائنا، لكن من الذي قال إن العلماء لا يخطئون؟ الدكتور داعية إسلامي من دعاتنا، لكن من الذي قال إن الدعاة معصومون؟ أخرجوا هذه الخرافات من أذهانكم، تحرروا من العقيدة الباطلة التي تربيتم عليها، والتي من خلالها اعتقدتم أن العلماء يستمطرون أحكامهم من السماء ويشرعون بناء على وحي من الله، لا وحي بعد رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. وما منا من أحد إلا أخطأ وأصاب، وما منا من أحد إلا رد ورد عليه، إلا صاحب ذاك القبر سيدي رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. وللحقيقة أقول: إياكم أن تعتبروا وتحسبوا موقفه موقف العلماء، فالعلماء جميعا مع الوحدة الوطنية لهذا البلد، بغض النظر عن اختلاف لغاته، أعراقه، طوائفه، مذاهبه. وإياكم أن تحسبوا رأيه على قيادة بلدنا بحجة أنه يحظى بمكانة. طبيعي أن يكون أمثال هؤلاء العلماء يحظوا بمكانة لدى قيادتنا، لكنهم لا يعبرون إلا عن آرائهم الشخصية، وأخطارهم محسوبة عليهم وحدهم. أما قيادتنا الحكيمة الشابة في همتها، الشيخة في حكمتها، هذه القيادة لا تفرق بين أي مواطن سوري ومواطن سوري، تحتفظ كل حقوقه، تحترمه، تعتبر البلد غنيمة لكل إنسان على هذه الأرض. لذلك الذين راهنوا على أن يصطادوا في الماء العكر نقول لهم: نحن أبناء شعب واحد، نعيش على أرض عزيزة علينا، ووحدتنا الوطنية أغلى من كل غال بعد دين الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله صلى على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.